السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه ديال الحلوى لشرب الشاي بمذاق الكوك والبرتقال، سهله وسريعه وكتجي لذيذه للغايه. كتجي واحد الحلوى اللي خفيفه وهشيشه تذوب في الفم، وحتى التحضير ديالها جد سهل. فتابعوا معايا الفيديو باش نتعرفوا على وصفه وفرجه ممتعه. غادي نبداو على بركة الله. فبالنسبة للمكونات غادي نحتاج حبة ديال البيض كاملة وبياض بيضة والصفر حتى في الطبيخ للتزيين. عندي 2 معالق كبار ديال الكوك، كاس ديال الزيت ما يعادل 150 غرام، كاس الا ربع ديال النشا ما يعادل 70 غرام، كاس الا ربع ديال السكر ما يعادل 130 غرام. غادي نحتاج نص كاس من العصير ديال البرتقال ما يعادل 91 غرام، وعندي كيس ديال السكر فاني، وجوج اكياس من الخميره ديال الحلوى، والدقيق كيبقى حسب الخليط. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. فهنا جبت واحد الاناء فاش غادي نخلط. اول حاجه درت واحد الرشه ديال الملح، من بعد غادي نزيد نخوي داك الكاس ديال الزيت، غادي نزيد داك البيض، غادي نزيد داك السكر وداك الكيس ديال السكر فاني. من بعد غادي نخلط هاد المكونات مزيان بالطراب اليدوي حتى ينسجموا. ومن بعد ما خلطتهم مزيان غادي نزيد داك العصير ديال البرتقال وداك الكوك وغادي نستمر في الخلط. فبالنسبه للكوك تقدروا تعوضوه يعني معلقه ديال الجنجلان او ديال الكوك او ديال اللوز يكون مطحون، فيعني حسب داك الشيء اللي متوفر عندكم في الدار. وإلا ما كانت عندكم يعني حتى حاجه، فغير القشور ديال البرتقال او ديال الحامض راه كافي باش ينسم لكم الحلوى. من بعد ما خلط دوك المكونات فضفت النشا. فالنشا كتخلي الحلوى تجي خفيفه وهشيشه تذوب في الفم، ولكن الا ما كانتش عندكم فتقدروا يعني تستغناو عليها. من بعد زدت 2 اكياس من الخميره ديال الحلوى. فانا درت 2 اكياس حيت بغيت الحلوى تجيني مفقعه يعني هكا من الوجه. وصافي في الاخير بديت كنضيف الدقيق تدريجيا. فهنا حسيت بالخليط بدا كيتقل، حيدت داك الطراب وغادي نكمل هكا الجميع بيديا باش يعني نقدر نتحكم حتى في القوام ديال الخليط، يعني ما نفوتش عنده الدقيق. كنبدا هكا نزيد شويه بشويه حتى نحصل على القوام المناسب. غير ما تقصحوش العجينه، العجينه يعني خاصها تبقى مرخوفه باش الحلوه يعني تجيكم خفيفه من الداخل. وكيكون هذا هو القوام ديال العجين بعد ما جمعته. فكما كتشوفوا العجينه كتجي مرخوفه، ولكن ما تكونش يعني كتلتصق في اليدين. فبالنسبه للكميه ديال الدقيق انا استعملت 420 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، اي ما يعادل 4 ديال الكؤوس ومعلقه كبيره. صافي مباشره من بعد ما جمعت العجين غادي نبدا هكا نشكل الحلوه ديالي. كندير حدايا اللاطه فاش غادي نطيب، وكنبدا نكور هكا العجين الكويرات. كديروا الحجم اللي بغيتو. فانا هنا درت الحجم شويه كبير، ولكن نتوما الا بغيتو الحلوه تغرم لكم وتخرج لكم يعني هكا كميه شويه كثيره فغادي تصغروا الحجم. ولكن صراحه ملي كيجيو هكا الحبات كبار يعني كيجيو عاطين المنظر. منين كطيب الحلوه كيجي الشكل ديالها زوين. وبالنسبة للاطة، فإلا ما كانش عندكم الورقة ديال الطبخ ضروري ما تدهنوها بشوية ديال الزيت أو شوية ديال الزبدة باش الحلوة ما تلصق لكمش من التحت. وتقدروا ديروا هكا حتى شكل صبيعات، يعني هكا تنوعوا في الحلوة ديالكم، النص ديروه كويرات والنص ديروه صبيعات كما بغيتو. وحاولوا انكم تباعدوا ما بين الحبات قليلا كما راه موضح في الفيديو، حيت منين غادي ندخلوها للفران فالحلوه غادي تنفخ وغادي يعني تزاد الحجم ديالها باش ما يلصقوش الحبات مع بعضهم. صافي من بعد ما ساليت وعمرت اللاطه ديالي غادي ناخذ هنا داك الصفار بيضاء اللي كنت حطاه في الطبيخ في الاول. ضفت له القهوه سريعه الذوبان، ما تكثروش بزاف غير واحد الشويه. وصافي غادي ندهن هكا الوجه ديال الحلوه من الفوق من الوجه. وفي الاخير غادي نزين بشويه ديال الكوك هكا في الوسط، كندير غير واحد الكميه قليله. زينوا نتوما باش ما بغيتو. صافي من بعد ما غادي نزينهم غادي ندخل الحلوه ديالي للفران. في هذا الاثناء راني شاعله على الفران كيسخن. من بعد ما كيسخن مزيان كندخل الحلوه ديالي كنديرها من الفوق، النار تكون شاعله غير من الاسفل، وكنخليها طيب على نار مهيله يعني على خاطرها حتى كنشوفها تحمرات من التحت. عاد كنشعل عليها النار من الفوق او كنهبطها لتحت باش تحمر الوجه ديالها. كيكون هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. فاللون ديالها كيجي غزال وكيجي موحد كما شفتوا. غير كما قلت لكم يعني خليوها طيب على نار اللي تكون مهيله باش ما تجيكمش مخطوفه. فراها كتجي رائعه.
واللون ديالها كيجي فيه هكا واحد اللمعة، يعني بداك الصفار ديال البيض، فاستعملوا غير الصفار بوحدو كما قلت لكم، خلطوا معاه القليل من القهوة سريعة الذوبان، هو اللي كيعطي هذا اللون ديال الحمورية. وصافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. وهنا غير سمحوا لي على التصوير حيت جا شويه مظلم حيت الاضاءه ما كانتش مزيانه، فالشمس يعني كانت مره كتجي مره كتغيب، فجا التصوير شويه ناقص ومظلم. المهم الحلوة راها كتجي رائعة بمعنى الكلمة، كنتمنى تجربوها حيت فعلا راها كتستحق التجربة. كما كتشوفوا القوام ديالها كيجي هشيش بزاف، يعني تذوب في الفم بمعنى الكلمة، وكتجي خفيفة من الداخل، يعني حتى منين كتاكلوها كتجي خفيفة وكتجي لذيذة، داك المذاق ديال الكوك اللي فيها مع البرتقال راها كتجي غاية في اللذة. فكنصحكم تجربوها. وحتى المكونات ديالها كما شفتوا معايا راهم جد بساط وسهلة التحضير، فكنتمنى نال الاعجاب ديالكم. وصافي بهكا اخواتي كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. فكما العادة إذا جربتوا الوصفة وعجبتكم فما تنساوش تشتركوا معايا في القناة، وكذلك تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. وما تنساوش تخليو لي واحد لايك. الله يجازيكم بخير. نخليكم دابا في رعاية الله حتى الوصفة القادمة بحول الله.